في العام 1766 المملكة المتحدة البريطانية العالم هنري كافنديش يكتشف غاز مميز، غاز مختلف عن غيره من الغازات القابلة للاشتعال. ثم اكتشف بعد 15 عام أن هذا الغاز يعطي باحتراقه الماء، لذا اعتبر هنري مكتشف هذا العنصر. لكن بعد عامين من اكتشافه أتى العالم أنطوان لافوازيه ليمنح هذا العنصر المكتشف اسم اشتقه من الإغريقية، فأصبح لدينا الغاز الشهير الهيدروجين. هيدرو تعني الماء، جين تعني مكون، فالماء يتكون من جزيئين من الهيدروجين وجزيء واحد من الأكسجين. ثم تم تسييل الهيدروجين لأول مرة عام 1898 من قبل العالم جيمس دوير، وفي العام التالي قام بتحضير الهيدروجين الصلب، وبدأت الأحداث تتسارع في تطوير هذا العنصر حتى يومنا هذا. فما هي ميزاته واستخداماته الحديثة؟ وما الحقائق الخفية عنه؟ وهل سيتجه العالم لطاقة الهيدروجين؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، يلا بينا. يعتبر الهيدروجين من أكثر العناصر الكيميائية وفرة في الكون، حيث يشكل 75% من الكتلة بالنسبة لباقي العناصر، وفي نفس الوقت أكثر من 90% بالنسبة لعدد ذرات العناصر في الكون. ولكن عند ارتباطه مع المركبات الكيميائية يصبح ثالث أكثر العناصر وفرة بعد الأكسجين والسيليكون. طبعا يوجد في الكون في النجوم والكواكب الغازية بكميات كبيرة، لكن حديثنا اليوم عن الهيدروجين على الأرض الذي لا يوجد بشكل حر في الطبيعة، بل يوجد مرتبط مع عناصر أخرى. إن أكثر من نصف المعادن المكتشفة لحد الآن تحوي في تركيبها على الهيدروجين، ويستخدم الهيدروجين كثيرا في حياتنا اليومية. لكن ما السبب؟ السبب هو ميزاته الكثيرة التي تصف بها، حيث يعتبر الهيدروجين أولا أخف عنصر كيميائي موجود على الأرض، لأنه يتكون من بروتون واحد وإلكترون واحد. ثانيا الأكثر وفرة في الكون. ثالثا سرعة الصوت التي تمر عبر ذراته حوالي 1270 متر بالثانية، أما سرعة الصوت في الهواء حوالي 340 متر في الثانية. رابعا الهيدروجين قادر على الاتحاد مع أهم العناصر الكيميائية والمعادن، ويستخدم الهيدروجين في أولا تكرير النفط للتخلص من الكبريت الموجود في الوقود. ثانيا هدرجة الزيوت لإنتاج الدهون، يعني السمنة التي نستهلكها كانت زيت ولكنها أصبحت بهذا الشكل بعد عملية الهدرجة. ثالثا يستخدم في تصنيع الزجاج للحصول على أوجه مسطحة ومستوية. رابعا تصنيع رقائق السيليكون للأجهزة الإلكترونية. خامسا لحام المعادن وتليينها بوجود حرارة مرتفعة. سادسا صناعة كحول الميثانول. أما عن استخدامه كمصدر الطاقة هذا موضوعنا اليوم، تابعونا للنهاية. كمصدر الطاقة يستخدم أولا الهيدروجين كبديل نظيف للوقود غير المتجدد دون الخوف من الانبعاثات الضارة، لأنه عندما يحترق ينتج ماء. ثانيا يستخدم في وسائل النقل المختلفة كالسيارات والحافلات في خلايا الوقود. ثالثا تستخدم طاقة الهيدروجين في إنتاج الطاقة الحرارية من خلال حرقه. جميع هذه الميزات كانت السبب في خلق نوع جديد من المنافسة كما وصفتها بلومبرج باسم حرب الهيدروجين، حيث أن حكومات وشركات طاقة عملاقة وشركات سيارات تعتبر أن استخدام الهيدروجين أمر محوري لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة تسمح بتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ. فأوروبا والصين تخوضان منافسة في قطاع الهيدروجين الذي قدرت قيمته بحوالي 700 مليار دولار بحلول 2050، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بتخصيص 550 مليار للبنية التحتية للهيدروجين، الذي يرجح أن تستخدمه الصين واليابان وكوريا الجنوبية للإيفاء بتعهداتها لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة. تركيا أيضا لديها اهتمام بطاقة الهيدروجين. طيب راح تسألني وتقول والدول العربية مش مهتمة؟ راح أجاوبك. المملكة العربية السعودية قامت ببناء أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق العالمية بشراكة تتجاوز قيمتها 5 مليار دولار. طبعا الأخضر حنتكلم عليه على أنواع الهيدروجين فيما بعد. وصدرت أرامكو 40 طن من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، وكانت الشحنة الأولى في العالم. أما بالنسبة لمصر والإمارات وقعت اتفاقية مع ألمانيا في هذا المجال. إذا تندفع الكثير من الدول وخاصة الأوروبية نحو طاقة الهيدروجين، والبعض يراها وقود المستقبل. ولكن أحد الأمور الهامة لأوروبا أنه في حال طورت أوروبا طاقة الهيدروجين
واعتمدت عليها في المستقبل، شو ممكن يصير؟ راح تتخلص أوروبا من القيود الروسية، وخاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن أحد أكثر التهديدات الروسية لأوروبا كانت بخصوص الغاز. فالغاز الروسي يمد أوروبا بحوالي 40% من احتياجات الطاقة، وبالتالي فإن طاقة الهيدروجين تعني الخلاص لأوروبا. وأهم ما يميز طاقة الهيدروجين هو أنها طاقة متجددة، والهيدروجين يحيط بنا في كل مكان، وهي طاقة نظيفة ولا تسبب التلوث ولا تسبب ضررا على صحة الإنسان، على عكس الطاقة النووية والطاقة الغاز الطبيعي الجاي من النفط. طبعا كفاءة عالية لتركيز الطاقة، لأنه تركيز الطاقة في الهيدروجين أقوى ب3 مرات من معظم مصادر طاقة الوقود الأخرى. طبعا التحول لطاقة الهيدروجين سيخلق آلاف فرص العمل الجديدة، ولكن لا تخلو هذه الطاقة من العيوب. فالهيدروجين متقلب للغاية، كما أنه شديد الاشتعال وقابل للانفجار، مما يجعل التعامل معه خطير. ففي عام 1937 في ألمانيا حصلت حادثة منطاد هايدنبرغ، وهو منطاد ألماني لنقل الركاب، حيث توفي حوالي 35 شخص بانفجار المنطاد، وكان مملوء بالغاز الهيدروجين. أحد أهم أسباب الانفجار هو غاز الهيدروجين. العيب الأخير والمهم حاليا واللي الدول عم تشتغل عليه هو إنتاج هذا الغاز لا زال مكلف نسبيا بالنسبة للغاز الطبيعي الموجود في النفط، وكمان مشكلته أنه يصعب تخزين طاقة الهيدروجين، فالهيدروجين أخف كثيرا من البنزين ويحتاج للتسييل وحرارة منخفضة للتخزين. عندنا مثال جيد على استخدام طاقة الهيدروجين بالنسبة للسيارات، ولكنها لا زالت قليلة لحد الآن، حيث أطلقت شركة تويوتا سيارتها ميراي، وهي أول سيارة تستخدم طاقة الهيدروجين، ودخلت هذه السيارة في موسوعة غينيس لأطول رحلة خالية من الكربون، والتي بلغت 1360 كيلومتر رحلة واحدة. طبعا إحدى الميزات التي يتفوق بها الهيدروجين على بطاريات السيارات الكهربائية هو أنه أكثر كثافة للطاقة كما ذكرنا سابقا. كيف يعني؟ يعني أنه يأخذ مساحة أقل في السيارة ويجعلها تقطع مسافة كبيرة. وغير ذلك كل هالطاقة يمكن استخدامها فقط بالسيارات؟ بالطبع لا، لأنه لم يتوقف الأمر عند السيارات، حيث أنه في عام 2021 أقلعت أول طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية من شركة إيرباص من إحدى مطاراتها في بريطانيا. وبما أنه الطيران واحد من أصعب القطاعات، فمن الصعب التخلص من تأثيرها الكربوني، ويساهم حوالي 2% من انبعاثات الضارة. ولا شيء ينفع الطائرة بكفاءة واقتصاد مثل الوقود النفطي، فإن الهيدروجين يبدو مناسبا لأن لديه 3 أضعاف كثافة طاقة الكيروسين. وللعلم الكيروسين هو الوقود المستخدم في الطائرات. لكن أحد أهم العقبات اللي واجهت الطائرات تستخدم وقود الهيدروجين هي خطورة الهيدروجين، لأنه قابل للاشتعال والانفجار، وبالتالي فإن محركات الاحتراق الداخلي ستكون خطيرة. والأفضل استخدام خلية وقود صغيرة وخفيفة الحجم، حيث تم اختراع خلية الوقود بالقرن ال19. أما المشكلة الثانية فهي تخزين الهيدروجين السائل. فالطائرات التي تستخدم الهيدروجين كوقود يجب أن تمتلك خزانات خاصة مضغوطة مخصصة للهيدروجين داخل جسم الطائرة، ليس في الأجنحة كما في طائرات الكيروسين. طبعا هناك أنواع من وقود الهيدروجين تعتمد على مصدر هذا الهيدروجين، اللي هي الهيدروجين الرمادي، وهو النوع الأكثر انتشار حاليا. يسمى باللون الرمادي، طبعا هو شفاف لأنه يستخرج من الغاز الطبيعي من النفط، ويرافق العملية إنتاج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، فهو غير نظيف، ولذلك يسمى الهيدروجين الرمادي لكنه شفاف. طبعا عندنا أيضا الهيدروجين الذي يسمى الهيدروجين الأخضر، اللي ينتج من الماء بعملية التحليل الكهربائي، ويمتاز بانعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو وقود صديق للبيئة. عندنا الهيدروجين الأزرق اللي يستخرج من الغاز الطبيعي عن طريق عزل ثاني أكسيد الكربون المنبعث عند إنتاج الهيدروجين الرمادي. لكن الفرق بين الهيدروجين الرمادي والأزرق أن الأزرق يخزن الكربون الناتج من إنتاجه في الأرض، وتحذر كثير من الجهات المختصة بشؤون البيئة منه بسبب التلوث الكبير الذي يسببه. عندنا شيء يسمى الهيدروجين الأسود، هو نقيض الهيدروجين الأخضر والأكثر ضرراً للبيئة لأنه مصدره الفحم الأسود. عندنا شيء أيضاً يسمى الهيدروجين الأحمر. الهيدروجين الأحمر ينتج أو يسمى بالهيدروجين الأحمر بسبب أنه ينتج من خلال التحليل الكهربائي للماء، ولكن باستخدام الكهرباء من محطة للطاقة النووية.
واحد من أهم الأسئلة المتكررة بهذا الموضوع: ما هو مستقبل طاقة الهيدروجين؟ الحقيقة من الصعب التنبؤ بمستقبل الطاقة الهيدروجينية بسبب تناقض آراء الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية وقطر تراجعت عن ضخ استثمارات هائلة في قطاع استخراج الهيدروجين. أما بالنسبة لأوروبا قررت أن تستخدم طاقة الهيدروجين، وخاصة ألمانيا التي خصصت جزء من الميزانية الاتحادية الخاصة بالطاقة النظيفة من أجل الهيدروجين الأخضر. طبعا الهيدروجين الأخضر اللي مصدره طاقة خضراء أيضا خاصة الكهرباء. في المستقبل من المتوقع أن يلبي الهيدروجين النظيف الأخضر نسبة 22% من الاحتياجات العالمية للطاقة بحلول 2050، ولكن تعتبر التكلفة العالية لاستخراج طاقة الهيدروجين عائق كبير. ربما في المستقبل مع تطور طريقة استخراج الهيدروجين وانخفاض الكلفة ربما ينافس الغاز الطبيعي بالسعر، وإذا أصبح مناسب بالسعر طبعا حتنتشر هاي التقنية. فبحسب الوكالة الدولية للطاقة تكلفة إنتاج كيلوغرام حاليا، كيلوغرام واحد من الهيدروجين الأخضر تتراوح بين 4 إلى 5 دولارات، أي إذا حولناها إلى كهرباء حوالي 33 كيلو وات في الساعة. وبالتالي تكلفة كيلو وات من طاقة هيدروجين كلفتها حوالي 16 سنت بالدولار الأمريكي. وخلينا الآن نقارن بين كلفة استخراج طاقة الكهربائية من كل تقنية. بشكل تقريبي تكلفة إنتاج 1 كيلو وات في الساعة من الطاقة النووية حوالي 2 سنت، وكلفة إنتاج 1 كيلو وات من الفحم الحجري حوالي 2.5 سنت، ومن الغاز الطبيعي والنفط حوالي 8 سنت. نستنتج من هذا بشكل تقريبي أنه أرخص إنتاج أو استخراج طاقة كهربائية هي من الطاقة النووية، يجي بعد الطاقة النووية الفحم الحجري، وبعد الفحم الحجري يجي الغاز الطبيعي والنفط، وفي الأخير يجي طاقة الهيدروجين اللي تكلف حوالي 16 سنت أو 18 سنت للكيلووات الواحد. لذلك تعتبر وكالة الطاقة الدولية أن حصة الطاقة الأحفورية ستنخفض، وبالتالي سيكون هناك مسار واضح للاتجاه نحو طاقة نظيفة وذات كفاءة عالية. الخلاصة: بعد أن تكلمنا عن غاز الهيدروجين واستخدامه كطاقة نظيفة وبديلة عن الغاز المستخرج من النفط، في الوقت الحالي حجم استخدامه من حجم استخدام باقي أنواع الطاقة في العالم صغير، ولكن هناك رؤية مستقبلية له أنه ربما سيصل إلى ربع الطاقة العالمية. السؤال المستقبلي: هل سينتشر كطاقة للسيارات والطيارات أو كبديل عن الغاز المنزلي؟ ماذا تتوقعون؟ شاركونا بمعلوماتكم وآرائكم بالتعليقات لنستفاد منها جميعا. شكرا جزيلا. السلام عليكم.